ويجب على المسلم أن يعلم أن الزكاة مثلها مثل الصلاة والصيام والحج سواء بسواء، فلا بد أن يفعلها ونفسه بها طيبة وهو راض وسعيد ومستبشر بعطاء الله له في الدنيا والآخرة، كما يصلي وهو سعيد بالصلاة، ويصوم وهو سعيد بالصوم، ويحج ويعتمر وهو سعيد بالحج والعمرة. فلا يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة وهو كاره. الزكاة ليست غرامة وليست عقوبة وليست ضريبة، إنما الزكاة عبادة يستمتع بها المؤمن، ولذلك لو أخرجها ونفسه كارهة لم تقبل منه. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى يؤتون الزكاة، قال يخرجونها طيبة بها أنفسهم. وروى الإمام أبو داود في كتابه السنن والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها، انتبه، قال: وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. احفظوا هذا الحديث، حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها قال: وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، يعني يخرجها كل سنة. حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. إذن لا تخرج زكاتك وأنت كاره، أخرجها وأنت تبتسم وأنت سعيد بطاعة الله جل وعلا. هذا هو الواجب في إخراج الزكاة.